ولذلك من أعظم ما يرفع الداء من بدنك التوحيد، الدعاء، النداء، سواء كان خفيا أو في جوف الليل أو في سجدة أو بين الأذان والإقامة أو عند نزول المطر. يا رب، أكثر الأدواء التي ترحل من بدنك إذا توقف المخلوق وعجز وأعلن الأطباء لا قدرة لنا، وحار الأطباء في قراءة أشعتك وتحاليلك، إياك أن تيأس، فإن الذي شفى أيوب كانت أدواء أيوب أكثر من أدوائك، وبلاءه أعظم من بلائك. الذي شفاه هو الواحد الأحد، هو الحي القيوم، هو الذي من أسمائه الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. القرآن إذا نزل على جبل تصدع، فإذا